لما ابنك يكذب وكل مرة بتقعدي تزعقي له هيكذب أكتر، والموضوع مش هيسكت على كده. تعالي أقولك بقى إيه الحل ونتصرف إزاي مع المواقف دي. في أمهات كتير بتقعد تقول ابني بيكذب مش مرة ولا اتنين، ده مفيش يوم بيعدي من غير ما يقول حاجة مش حقيقية. وساعات بسمعه بيحكي لي موقف هو أصلا ما كانش فيه، أو مثلا يرمي التهمة على أخوه أو يقول كلام ما حصلش. ساعتها أنت بتقفي محتارة وتقعدي تسألي نفسك، هل ابني هيطلع كذاب ولا انا اللي قصرت في تربيته، ولا الكذب ده ليه اسباب اعمق من كده؟ بصي بقى، خليني اقولك من الاخر كده. اول حاجه عايزك تعرفيها وتتاكدي منها ان مش كل كذبه معناها ان في خلل في التربيه، لكن برضه في نفس الوقت مش مفروض خالص ان احنا نعديها وكانها مش موجوده. تعالي اقولك بقى ليه الطفل بيكذب اصلا. اول واشهر سبب في الاطفال بيكون الخوف من العقاب. لو كل مره بيغلط بنعاقبه وبنزعق له، عقله الباطن هيقول له اهرب من الموقف ده بسرعه، انت لازم تكذب. السبب التاني بيكون عشان يلفت انتباه. ساعات الاطفال يقولوا حاجات غريبه زي انا شفت اسد في البلكونه، او انا صاحبي مستخبي في الدولاب. هو ساعتها مش بيكذب عشان يأذي، هو ساعتها بس عايز يحس انه مهم وإن في حد بيسمعه. تالت سبب بقى، وده غالبا بيكون في سن من 3 ل6 سنين، ده بقى بنسميه في علم النفس الخيال الواسع. يعني الطفل ساعتها مش بيقدر يفرق ما بين الحقيقة والخيال، وبيعيش في دماغه بقصص من تأليفه هو، وكمان بيصدقها. رابع سبب بقى خطير جدا، لأن ده بسبب التقليد. يعني شافنا بنقول مثلا قولي له مش موجود، أو شاف ماما وهي بتقول أنا كويسة رغم إن هو شايفها هي متضايقة، أو شافنا بنجامل حد وافتكر ان ده الطبيعي. طب امتى بقى احنا نفرق ما بين الخيال وما بين الكذب؟ يعني لو ابنك جه قال لك انا عندي صاحبي ساكن تحت السرير وبيكلمني بالليل، ده مش كذب. لكن لو قال لك انا مش رايح المدرسه او الحضانه عشان انا تعبان، وبعديها قام يلعب ويتنطط ومفيش حاجه، ساعتها هو بيكذب عشان في سبب معين هو خايف منه في المدرسه او الحضانه. ساعتها لازم تقعدي وتتكلمي معاه عشان توصلي للسبب ده. عامه يعني بعد سن 7 أو 8 سنين لازم نركز مع أولادنا أوي ونشوف هل الكذب بيستمر، لأنه ممكن يتحول لعادة. طب إمتى بقى الكذب نعديه وإمتى نوقف؟ في كذب عادي، طفل أول ما بتسأليه بيعترف، وساعتها بيكون مرتبط بمواقف بسيطة أوي، وكمان سنه صغير يعني لسه بيتعلم. في كذب بقى يقلق، لأن الكذب ده بيحصل كتير والطفل بيرفض يعترف وبيكذب في تفاصيل كل يوم. ليه بقى الكذب ده بيقلق؟ لأن ساعتها بيدخل معاه سلوكيات جديدة علينا زي السرقة، إن هو يأذي غيره. وقتها بقى الكذب ده بيكون جزء من شخصيته، وساعتها لازم نستعين بأخصائي. طيب تتصرفي إزاي بقى لما تعرفي إن ابنك بيكذب؟ أول حاجة لازم تعمليها إنك تهدي تماما. الانفعال والنرفزة مش هيحل أي حاجة، بالعكس هيعلمه يكذب أكتر عشان يتجنب رد فعل. تاني حاجة لازم تفهمي السبب اللي خلاه يكذب. اسألي نفسك، هو خايف ولا عايز يلفت انتباهه وخلاص، ولا مش عارف يفرق ما بين الحقيقة والخيال؟ وممكن كمان تواجهيه بس بطريقة هادية، زي مثلا إنك تقولي له أنا عارفة إنك قلقان، بس أنا هنا مش عشان أزعق لك، أنا هنا عشان نحل اللي حصل مع بعض. فرقي له ما بين الخيال والحقيقة، وقولي له إن اللي بتحكيه ده حلو بس لو قصة خيالية. وأهم حاجة لازم تكافئي الصدق، يعني تقولي له أنا فخورة بيك إنك قلت لي الحقيقة حتى لو حصل غلط. لما تكون صادق أنت بتكبر في عيني. في النهاية ابنك مش بيكذب عشان هو سيء، هو ممكن يكون بيكذب عشان خايف، أو مش لاقي مساحة يعبر فيها عن نفسه، أو لأنه فاكر إن الكذب أسهل من الحقيقة. وخليكي فاكرة إن كل مرة أنت بتردي فيها بعصبية بيتعلم يخبي، وكل مرة بتردي فيها بهدوء بيتعلم يواجه. فخليكي واعية، مش كل كذبة يعني وراها نية وحش، بس كل كذبة وراها رسالة. تفهمي الرسالة قبل ما تعاقبي على التصرف. وتابعيني عشان نعرف نربي ولادنا صح، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو عجبكم الفيديو.